هل يمكن أن يصبح المغرب مركزاً لصناعة القطارات في إفريقيا؟ سؤال كان يبدو قبل سنوات مجرد طموح بعيد، لكن اليوم بدأت ملامح هذا المشروع تتحول إلى واقع بعد إعلان شركة يونداي روتم الكورية الجنوبية، إحدى أكبر الشركات العالمية في صناعة القطارات، عن إطلاق وحدة صناعية جديدة بالمغرب. المثير في هذا المشروع أن المصنع الجديد سيتم إنشاؤه في مدينة بنجارير، في خطوة تعكس الثقة المتزايدة للشركات الصناعية العالمية في الاقتصاد المغربي. لكن ما الذي يدفع شركة عالمية مثل يونداي روتم إلى اختيار المغرب لتصنيع القطارات؟ وهل يمكن أن يتحول هذا المشروع إلى نقطة تحول في الصناعة المغربية وقطاع النقل السككي في إفريقيا؟ في هذا الفيديو سنكشف تفاصيل هذا المشروع وأهميته الاقتصادية وتأثيره على مستقبل الصناعة والنقل في المغرب. تفاصيل المشروع: أعلنت شركة يونداي روتم الكورية الجنوبية